بكم معايا فيديو جديد على القناه ديالي ايزا سبيس. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم. كيف شفتوا في العنوان غادي نديروا واحد ماشي فطائر وانما واحد الخبيزات بالبطاطا معمرين بالدجاج. ان شاء الله يعجبكم، زوينين بزاف لرمضان وكيجيو ساهلين وخفاف. تقدروا تقدموهم حتى مع شي سوب ولا غير مع شلاضه هكذا الا بغيتو شي عشاء خفيف، ولا حتى على مائده الافطار في رمضان كيكونوا زوينين. بلا ما نطول عليكم البنات، غنبداو باول حاجه. كي كتشوفوا شديت هنايا بطاطا سلقتها مع شويه ديال الملحه وغادي نطحنها، ماشي غادي نطحنها وانما غنهرسها غير بفرشات، حيت الا طحنات كتولي جاريه بزاف وما كتقدروش تحكموا فيها بيديكم، ولا ما كتقدروش ديروا دوك الكويرات كيف بغيتو. فغادي نهرسوا دابا ديك البطاطا مزيان، ولا غادي نعجنوها. فكيف قلت لكم في رمضان الصراحه كيجيو هاد الخبيزات ولا هاد ما عرفتش اش غنسميهم. كيجيو زوينين وكيجيو خفاف وسهلين، يعني مقادير متوفره عند الكل. فهنايا من بعد ما ساليت غادي نزيد هنايا دايره تحميره، شويه التحميره، شويه الفلفله حاره وشويه الكمون. غنزيدهم على هذيك البطاطا، شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين، وشويه ديال الثومه. انا الثومه غنحتاجها من بعد العماره، يعني غندير غير شويه، تقريبا معلقه صغيره ديال الثومه محكوكه مطحونه. شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار حتى هو ما نساوهش ضروري. وغادي نزيدوا شويه ديال الموتزاريلا ولا شويه الفرماج. ممكن انكم ما تزيدوهاش حيت البنات الا زدتوا بزاف فاش غيطيبوا هذوك الخبيزات ولا سميتو غادي يضيعوا بزاف، يعني ما غيبقاوش محفرين كيف ما غنديروا ليهم. دونك من الاحسن انكم ديروا غير شويه. انا هنا درتو غير المذاق، ولا ممكن انكم ما ديروهاش كاع. هنايا خديت هذاك الفريش كيز كيقولوا ليه هنايا، اللي ولا بالنسبه للبنات اللي في المغرب يختاروا لافاش كيري ولا كيري ولا شي حاجه الا ما متوفرش هذا. هنايا بحال فروماج نقول، وهو ديجا فيه مطيشه، يعني دايرين فيه مطيشه ديال الحك والفلفله، يعني منسم ببعض الاعشاب. وممكن انكم ديروا يا جبلي مثلا ولا فرماج لافاش كيري، فحتى بهم كتجي زوين. او لا حتى البنات اللي هنايا ممكن ديروا لافاش كيري. فهنا غادي نخلطوا ديك البطاطا مزيان حتى تشرب لينا هذيك العطريه شويه، ومن بعد غنبداو نديروا كويرات صغار. انا هنايا وجدت ديجا زعما الطاوه اللي غتدخل الفران، وعاد غنوريكم الطريقه كيفاش غنديروا ليهم. ندهنوا يدينا بشويه الزيت باش ما تلصقش. فمساله الكبر قداش كيكونوا، يعني هذاك الشيء كيبقى اختياري عندكم. فكتشوفوا الحجم اللي درت انا، غير هما خصهم يكونوا كبار شويه حيت باقيين غتقرصوهم وخاص فين تجي العماره. فهنايا من بعد ما كملت من هذوك الكويرات، ولا من بعد ما كملت هذيك العجينه تاع البطاطا، فخديت كاس. ماشي بالضروره انكم تستعملوا، يعني هذه غير بالنسبه للبنات اللي كيبغيو القياس ويكونوا تقريبا هذوك الخبيزات ولا هذوك الدوائر ديال البطاطا سميتو مقادين. ممكن انكم تاخذوا كاس دهنوه بشويه ديال الزيت كيف درت انا، وديروا به بحال هكذاك تحفروا به هذيك الكويره، ومن بعد عاد تقادوها بيديكم كيف بغيتوا، يعني عاد يتم تعديل الشكل. فماشي بالضروره كيف قلت لكم. انا غنوريكم طريقه اخرى اللي كندير غير بيدي. انا كنقرص غير هذوك الخبيزات تقريبا بيدي وكنديرهم.
فهنا كنبقاو نضغطوا حتى كنحفروا مزيان فين تجينا العماره. البنات ضروري انكم ديروهم غارقين بزاف، لان فاش كيطيبوا راه كيسيحوا واحد شويه وما كيبقاوش لينا دوك محفرين، يعني ممكن تولي غير بحال شي خبزه الا ما غرقتوهمش مزيان. خاصكم ضروري تطلعوا دوك الجناب بزاف قدر الامكان، ديروهم غارقين، ومره مره كتطلعوا عليهم في الفران وكتبقاو تجمعوا لهم دوك الجناب، خصوصا البنات اللي غيستعملوا حتى الموتزاريلا، يعني ضروري معاهم كيسيحوا واحد شويه. فهنايا ممكن هذا الخليط انكم ديروا غير بحال معقوده كي كنديروا، ديروا غير بحال هكذا وتقليوهم، ديروهم في البيض والدقيق وتقليوهم. ممكن انهم حتى هكا كتجي زوينه. فهنا غادي ندخلوهم تقريبا 10 دقائق للفران وندوزو للعماره. هنا غادي نديرو الدجاج، درنا الدجاج مطحون ولا مقطع رقيق بزاف، القزبر والمعدنوس والثومه. هنا درت شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الحاره، شويه ديال السكنجبير وشويه ديال التحميره. وهنايا واحد البصله مشلضه، شويه ديال الحامض بالنسبه للناس اللي عز عليهم مذاق الحامض، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، واكيد الزيت وشويه زيت الزيتون. فهنا غناخذ واحد المقيله غنديروا فيها شويه الزيت، غنشحروا فيها هذيك البصله مزيان حتى تحمر لينا هذيك البصله، ونزيدوا ليهم هذاك الدجاج. المهم العماره كتبقى اختياريه، ممكن انكم ديروا حتى الطون، ممكن ديروهم بالكفته، فداكشي كيبقى على حسب الذوق وصافي. هنا من بعد ما تشحرات لينا البصله غادي نزيدوا شويه ديال ولا غادي نزيدوا هذاك الدجاج، خليوه غير يتشحر شويه مع هذيك البصله، ونزيدوا له شويه ديال الحامض. واخا انا ديجا درت الحامض في الدجاج ولكن كنزيدوا شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وكنزيدوا عليهم ديك العطريه اللي ديجا عندنا، وكنزيدوا شويه ديال القزبر وشويه الثومه، وكنخليو واحد شويه القزبر حتى الاخر كنسمو به. كنخليو هذاك الشيء يتشحر مزيان، وها العماره ديالنا وجدات، يعني ساهله مهله. فمن بعد ما جبدنا هذوك الخبيزات هانتوما كتشوفوهم كيفاش دايرين، تحمروا لينا من الفوق على 250 درجه تقريبا. انا خليتهم يعني زدت الفران مزيان حيت ديجا كلشي طايب، غير باش يشدوا راسهم. غنبداو نعمروهم بهذيك العماره ديالنا. ونزيدوا لهم من الفوق شويه ديال الموتزاريلا، ونديروا لهم الديكور بالزيتون، ونعاودوا ندخلوهم للفران تقريبا ربع ساعه حتى يعاود يذوب ولا قل كاع، يعني على حسب الفران ديالكم، يعني غير باش تشد هذيك العماره وتذوب لينا هذيك الموتزاريلا اللي غادي نزيدو. منين تعمروهم البنات بقاو تضغطوا على ديك العماره باش تدخل شويه في ديك البطاطا. فهنا غنزيد فوقها شويه ديال الفرomage ولا الموتزاريلا، وشويه ديال الزيتون، يعني الزيتون كيبقى مساله ديكور وصافي. تقدروا تزيدوا اي حاجه من الفوق، تقدروا تخليهم بلاش، تقدروا تاكلوهم هكا فهما ديجا طايبين. وندخلوهم الفران تقريبا 10 دقائق، وهاني خرجتهم وشفتهم ووجدتهم ليكم في طبق التقديم. نتمنى انهم ينالوا اعجابكم، فالصراحه كيجيو لذاذ بزاف بزاف بزاف، كيجيو خفافين. كنصحكم انكم تجربوهم وتردوا عليا الخبر وتخليوا لي تعاليق، ان شاء الله يجيوكم زوينين في المذاق. ما تنساوش انكم تضغطوا لي لايك الا عجبكم طبيعه الحال الفيديو. انا هنايا كنديرهم اغلبيه حتى بلا رمضان، ماشي غير في رمضان، كنقدمهم مع يا اما كديروا شي سوب ولا شي حريره كيف قلت لكم في الاول خفيفه هكا الا بغيتوا عشاء خفيف ولا غدا خفيف، ولا كديروهم هنايا بحال دابا هاد المره درتهم مع سلطه خفيفه وصافي. في رمضان كيجيو عاوتاني زوينين، كتعرفوا في رمضان كنبغيو نغيروا نبدلوا، كيطلع لينا داكشي في الراس يوم على يوم. فديما كيقلب الواحد على الجديد. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم وكنت خفيفه على قلبكم.
وبالنسبه لي يلاه انضموا للقناه كنقول لهم مرحبا والف مرحبا كالعاده، واللي ديجا فيها كنقول لهم راكم منورين لي كيف ديما. ما تنساوش انكم تابونيو للقناه بالنسبه لي كيشوف الفيديو ديالي اول مره، وكنتمنى لكم نهاركم مبروك ولا امسيه سعيده، والى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو.